تشكيلة الأهلي بين توقعات وأمنيات، وألف سلامة لجماهير الاتحاد، ومبروك سيدات الأهلي. في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة يا جماعة قبل ما أتكلم في أي حاجة، كلنا نتمنى السلامة للجماهير الاتحاد السكندري. النهاردة في مباراة الأهلي والاتحاد في كأس السوبر رسالة رجال، تم إصابة حوالي 30 شخص بسبب تدافع على المدرج. المدرج عبارة عن خشب بس محاط بحديد من التدافع الجماهير، بعد ما بعد ساعدتهم بتقدم الاتحاد على الاهلي في الكوارتر الثالث بفرق فوق ال 20 بونت. والاتحاد بامانه كان عامل مباراه هايله على الاهلي النهارده، كان مسيطر على المباراه من اولها لحد ما حصلت المشكله. فبسبب تدافع الجماهير وكل اللي كان تقريبا في ناس بره عايزه تدخل بتحتفل مع الجمهور، فحدث ان المدرج سقط على بعض الجمهور. تمت اصابه اللي احنا عرفناه لحد دلوقتي 30 شخص، منهم ما بين حالات خطيره وحالات بسيطه، بس الحمد لله يعني ما فيش وفيات. ونتمنى السلامه لجميع الاتحاد، وان شاء الله ان شاء الله كل يوم بالسلام. الحاجه التانيه بقى اللي عايز اتكلم فيها تشكيله النادي الاهلي. هي تشكيله النادي الاهلي فيها توقعات وفيها امنيات. يعني التوقعات اللي انا متوقعها ان مستر كولر هيبدا بيها، هيبدا بمحمد الشناوي في حراسه المرمى، هيلاعب محمد تاني باك يمين، علي معلول باك شمال. في قلب الدفاع طبيعي اللي هو معتمد عليهم من اول الدوري، محمود متولي ومحمد عبد المنعم، تلمس سلام هم اللي بيبداوا على طول، محمود متولي ومنعم. قدامهم في نص الملعب بنسبه كبيره هيبقى عمرو السوليه واليو ديانج. نص مركز 10 هيلاعب مجدي قفشه، هيبقى على يمينه كريم فؤاد وعلى شماله احمد عبد القادر، هيلاعب راس حربة صريح برونو سافيو. دي توقعات لتشكيله الكابتن مستر كولر. بس بقى امنياتي كراجل متابع للكور. انا راجل امنياتي يعني ايه؟ امنياتي ان هو يلعب بمحمد الشناوي، طبعا ما فيش خلاف عليه. في الباك اليمين يلعب حسين الشحات. ليه حسين الشحات؟ كل شويه انت تقول حسين الشحات حسين الشحات. يا جماعه الاهلي بكره انت هتلاعب ان شاء الله، يعني بكره هتلاعب سموحه بقياده الكابتن طارق العشري. هيلعب لك نفس طريقه فاركو، العشرة تحت الكوره، وهيلعب على الهجمات المرتده. فانا رايي ان هو يبدا بمحمد الشناوي. حسين الشحات مش هيبقى عليك هجوم كتير، فابدا بحسين الشحات باك يمين، او حتى يعني يضيف لك حل في الحلول الهجوميه. ويلعب بقلبين الدفاع ما لهمش خلاف، محمود متولي ومنعم، وعلي معلول باك شمال. في نص الملعب يلعب بقى ديانج رقم 6، ويلعب قدامه بالنسبه لنا رايي انه يلعب بمحمد مجدي قفشه رقم 8. يا جماعه والله مش عشان الناس بتقول ده قاعد بقى بيتكلم كلمتين وخلاص على هوا كده، مش مش عارف اي حاجه في الملعب، فبيتكلم اي كلمتين يبقى مختلف وخلاص. لكن والله انا بقول الكلام ده وانا عن قناعه. وان شاء الله انا توقعت لو لعب بالخطه دي انت هتشوفوا ان نفسكم هتستمتعوا بالاهلي اكتر واكتر. انه يلعب زي ما قلت لكم، يبقى حسين شحات هو اللي باك يمين، ويلعب بالنص هيلعب اليو ديانج رقم مركز 6، وبمركز 8 يلعب محمد مجدي قفشه. ويلعب قدامه الثلاثي هيبقى رقم 10 اللي هو تحت راس الحربه برونو سافيو، ولعبها في ماتش الزمالك في كاس السوبر واداها كويس، ما كانش وحش، وكان من نجوم اللقاء لو تفتكروا. هيبقى على يمينه كريم فؤاد، على شماله احمد عبد القادر، وراس حربه صلاح يبقى شادي حسين. انا شايف ده احلى تشكيله لمباراه بكره، خصوصا انت بتلاعب فريق بيدافع. يعني جربها، يعني هو لو جرب في حاجه ماتش زي بكره انت كده فريق مش هيهاجم قد كده، لان نتائجه وحشه الفتره الاخيره، ونفسه يطلع ولا بنقطه قدام الاهلي، لان موقف الكابتن طارق العشر حدث ولا حرج، نتائج سيئه، يعني بقائه من عدم يعني اصبح عن محاكم، يعني هو قريب من الرحيل عن سموحه. فماتش زي بكره هو بالنسبه له لو يطلع بنقطه هيبقى خير وبركه، فهو هيقاتل من اجل البونت، هيلعب بخطه دفاعيه بحت. فانا بقول ان هو يلعب بحسين الشحات، عشان كده مستر كولر يجرب الخطه زي دي، يلعب حسين الشحات باك يمين، ويلعب مجدي قفشه باك في مركز 8. ليه؟ تزود حلولك الهجوميه. تخيل ما يبقى عندك من ناحيه اليمين عندك حسين الشحات، وقدامه كريم فؤاد جبهه، هيبقى عندك في الجبهه الثانيه علي معلول، وقدامه احمد عبد القادر. عندك مركز 8 قفشه ممكن يلعب سروه، من مركز 8 يلعب سروه خطير، عندك برونو سافيو، عندك شادي حسين. شفت انا وقعت لكم كام، يعني انا عديت وسائل اللي ممكن خطوره على فريق زي سموح. وانا اعتقد الناس اللي بتحب الكوره هتتفق مع الراي اللي انا بقوله، التشكيله اللي انا بقولها دي. بس اقول لك التوقعات اللي انا قلته في الاول، إن هيلاعب طبعا محمد هاني باك يمين، وهيلاعب قفشه مركز 10، وهيلاعب برونو سافيو راس حرب. بس هي امنيات اللي انا قلتها التشكيله الثانيه، واعتقد ان في ناس بعد ما سمعت يعني نفسها تشوف الاهلي بالمنظر ده. ليه؟ انت الاهلي بيلعب للفوز يا جماعه، وبتلعب فريق مش هيروح عليك. يعني معظم الوقت هيبقى في نص ملعبه. بس يا رب هنشوف بكره، يعني الماتش مش بعيد، ده بكره الساعه 7 يعني المباراه ان شاء الله. وبمناسبة مباريات الدوري النهارده كان في 4 مباريات. أول مباراة كانت الساعة 3 إلا ربع، أسوان وإنبي، وانتهت بفوز أسوان 2-0. وده الناس اللي سمعتني في الفيديو بتاع الصبح النهارده، أنا كنت متوقع إن أسوان تفوز على إنبي، وده برضو اتحقق. ليه؟ بس أنا مش بتكلم كلام في بالبركة وخلاص. يعني إنبي لسه مغير مدرب الكابتن أحمد كشري والقائمة بتاعته السنة دي وحشة.
وده كله عقاب برضه، انا شايفه عقاب لرئيس نادي انبي والمجلس الاداره بالكامل على رحيل واحد زي كابتن حلمي طولان. وانا واحد كان متابع من متابعين الكوره، انا مش مسامح مجلس الاداره حتى الان على اللي عملوه مع كابتن حلمي طولان. الراجل كان عامل فريق قوي مصعد ناشئين، كان عامل احلى شكل فريق انبي والناس كلها تفتكر ماتش زي ماتش الزمالك وانبي اللي انبي فاز فيه 2-0 بجون اوبوكا من فاول ما اتشافش، وكانوا عاملين احلى اداء. وغير بعيد عن ماتش الزمالك كانوا عاملين ماتشات كتير كويسه، والناس حتى اللي متابعين الدوري وعارفين كابتن حلمي كان عامل احلى شغل مع نادي انبي ومصعد ناشئين. كان كفايه كان في واحد اسمه مصطفى، على ما اعتقد مصطفى شكشك. مصطفى شكشك ده كان بيجري ما شاء الله 90 دقيقه ما بيعطلش، وكان مساعد لعيبه كتير. وكان نادي انبي نادي ممتع، انا والله من الناس اللي كنت بستنى ماتشات كنت بتفرج عليهم في الدوري. بعدها جاب الكابتن فييرا البرازيلي وقال لك لا انا عامل مشروع، الناس اللي بتنتقد تصبر وهتشوف. بعدها لقيناه مشى الكابتن فييرا وجاب لنا الكابتن احمد كشري اول الموسم، وادي مشاه هو بيدور على مدرب. وفين المشروع بتاع فييرا؟ ولا حد عارف حاجه، وكله بيعدي، هو كله كلام كده كده في الهوا. ليه ده كله؟ عشان كان مشاكل بينهم وبين كابتن حلمي طولان. كابتن حلمي كان عايز، وكان زي ما تقول بيتلكك لكابتن حلمي طولان عايز يمشيه مش عارف ليه. اما كابتن حلمي طولان حتى طلع في قناه اون سبورت وقعد يحكي ان هو متلكك لان هو بيعاملنا باسلوب مش كويس، مش عارف خسرت ماتش الاهلي. قال لك طلع ينتقدنا بعد المباراه، مع انه الاهلي خسر الماتش ده، الانبي خسران على فكره، اللي يفتكر خسر في اخر دقيقه من هدف الكابتن علي معلول لو تفتكروا الموسم الماضي. فانا شايفين دلوقتي انبي نتائجه متدهوره، وانا شايف هيعاني السنه دي، هيعاني اشد المعاناه، خصوصا انه باقي لعيبه كتير من عنده، السكواد بتاعه ضعيف جدا، والقايمه الناس بتزعل من كلمه سكواد. المباراه الثانيه كانت مباراه غزل المحله وفاركو، وانتهت بالتعادل 0-0. وانا من الناس اللي كنت متوقع ان المباراه تنتهي بالتعادل، مع ان غزل المحله كان لها جون في اخر دقيقه والفار لغاه، وفي ناس معترضه يقول لك لا الكوره ما كانش فيها حاجه، الكوره ما كانش فاول على بازوكا وناس تقول لا. بس انا كنت متوقع المباراه تنتهي 0-0 يعني، وانتهت بالتعادل، وكنت قايل كده برضو في الفيديو بتاع الصبح. حارس الحدود والبنك الاهلي دي اللي هي يعني ايه خيبه توقعاته كلها، وانتهت بفوز حارس الحدود 2-1. واكيد ناس كتيره زي كان متوقعين في فوز البنك الاهلي، لكن حارس الحدود ده خيب ظن والكابتن احمد ايوب وفاز 2-1. وشايف نتيجه مفاجاه جدا كمان، مش مفاجاه بس مفاجاه كبيره كمان، خصوصا ما بين قائمه الحرس وقائمه البنك الاهلي اللي كله يعرف حدث ولا حرج من اللعيبه. المباراه الاخيره كانت فوتشر وطلائع الجيش، وانتهت بتعادل 0-0. انا برضو كنت من السنه دي كنت متوقعها برضو يعني فوتشر يكسب، بس كنت قلت 60-40 في الفيديو بتاعي، كنت قلت 60-40 فوتشر، 60 فوتشر 40 طلائع الجيش. لكن انتهت بالتعادل، وفعلا اللي شاف المباراه النتيجه العادله لها كان التعادل. وبكره ان شاء الله في 3 مباريات، الثلاثه يا جماعه اقوى من بعض. يعني يعني اللي فاضي يا بخته، اللي فاضي بكره يا بخته نشوف ال3 ماتشات. عندك الساعه 3 الا ربع الاسماعيلي والمصري ديربي القناه. المباراة التانية هيبقى المقاولين والزمالك الساعة 5. المباراة التالتة الأهلي وسموحة. هتكلم ماتش على السريع برضه عشان الناس ما تملش مني. مباراة الإسماعيلي والمصري أنا متوقع ليها مباراة زي ده، أنا عن نفسي متوقع فوز المصري بقدر الكابتن حسام حسن. سيبك من فوز الإسماعيلي على إنبي كله بيفوز عليها أهو، حتى أسوان لسه فاز على إنبي، يعني نتيجة خادعة والإسماعيلي السنة دي برضه هيعاني زي كل سنة، وتذكروا كلامي ده. والمصري توقعت ولا هيفوز على الإسماعيلي بكرة، مع إن المباراة على ملعب الإسماعيلي. بس كده كده هو المباريات كلها، مباريات المصري كلها كده كده في برج العرب، يعني مش هتفرق كتير. بس توقعت فوز المصري. المباراة التانية المقاولين والزمالك، انا توقعت المباراة دي ما بين تعادل او فوز الزمالك بصعوبة، لان كابتن شوقي غريب الناس اللي بتعرف تقفل كويس، عنده بيلعب بخطة 3-5-2، يعني بيلعب بثلاثة، الناس زي نفس قريبة من خطة الكابتن فريرا مدرب الزمالك. فانا شايف هيبقى مباراة صعبة على الفريقين، بس يعني ممكن الزمالك يعني نسبه اعلى طبعا بحكم انه بينافس على الدوري، بحكم اللعيبة اللي عنده ممكن نسبته اعلى بسيطة، بس هيبقى ماتش جامد يعني ممكن ما بين تعادل او فوز الزمالك بصعوبة، مش هيبقى ماتش سهل على الزمالك. والله اعلم، يعني الكرة فيها كل حاجة، اللي خلى حرس حدود يفوز على البنك الاهلي النهارده وكل حاجة متوقعة وامبارح الاتحاد بسموحة اللي الاتحاد جاب جون في الدقيقة الثانية والسيراميكا كان زنقه طول المباراة، والمباراة انتهت 1-0 للاتحاد، فالنتيجة دي بتاعت ربنا. لكن كتوقعاتي كأداء المباراة هتبقى صعبة على الزمالك بكرة. المباراة الثالثة الأهلي وسموحة. مباراة متوقعها المفروض يعني بالنسبة لي، لو الأهلي لو عمل التشكيلة اللي أنا قايلها الكابتن مسك ولو عمل التشكيلة اللي أنا أتمناها، والله الأهلي أنا شايفها هتبقى مباراة سهلة جدا على الأهلي. وفي جميع الحالات حتى التشكيله انا متوقعها برضه الواحد هيبدا بيها في الحالتين، لما نشوفها مباراه لو الاهلي لعب كويس لعبه في الفورمه وبتلعب، هيبقى مباراه ان شاء الله الاهلي هيفوز بيها يعني في النتيجه هيبقى فرق هدفين ولا حاجه المباراه زي دي. واحنا فين وبكره فين يعني تذكروا الكلام يعني ان شاء الله. زي ما قلت تاني المصري هيفوز على الاسماعيلي، الزمالك والمقاولين بنسبه كبيره هيبقى يعني ممكن هقول الزمالك فرق هدف، الاهلي هيبقى نتيجه صعبه يعني التوقعات، بس الزمالك هيقول هيفوز بفرق هدف، الاهلي وسموحه فوز الاهلي بفرق هدفين.
وفي النهايه بنبارك لسيدات الاهلي بعد فوز النهارده بكاس السوبر سيدات على فريق سبورتنج. والناس اللي تاني اللي مش عارفين، سبورتنج بطل الدوري والكاس الموسم الماضي وبطل الدوري الموسم اللي قبله، والسنه دي كانوا لسه واخدين بطوله افريقيا للسيدات. فبنبارك لفريق سله السيدات بقياده الكابتن طارق خيري، وان شاء الله من نجاح لنجاح. وتاني بنبارك للاستاذ الكابتن محمود الخطيب اللي مهتم بالالعاب الجماعيه السنه دي جدا. وفي النهايه يا ريت اللي عجبه القناه يا جماعه يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس ويضغط لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.